مرحبا بكم الناس الكل في الطاولة رقم 26 من طاولة رمضان. الأكثرية تونس الكل كي ليلة النص اليوم يطيبوا الأكثرية الكسكسي. أنا واحدة من الناس باش عملت مقرونة بالدجاج وعملت بيتزا. حاسيلو دبرتها من قلتها مالي ما عادش عندنا دباير، دبر عليا انت. خذيت الدجاجة فروجة قصيتها على 2 وقليتها كيما تراو، قليتها مش حتى قليتها، حمرتها مليح ومن بعد صبيت عليها الماء وحطيتها في شويه زيت، راه ومن بعد نزيد الزيت من بعد كي نفوح، وحطيت عليها ملح وفلفل اكحل وخليتها تغلي في الماء هذاك نصيف ساعه ولا اكثر شويه. وباش نعمل توا البيتزا فرينه صحفه غير ربع يمكن فرينه، باكو خميره نتاع خبز، ملح نص مغرفه صغيره ملح ولا اقل، وحطيت سكر والا سيرو داغاف وزيت مغرفه تقريبا، ونحط لهم الماء الدافي ونعجنهم تكون العجينه تتلصق باش تجيني بعد البات طريه. وحطيت سمط لها العظم باش نعمل بيتزا عربي. فوالا مش بيتزا عربي مش معنى بيتزا الاخرين، بيتزا العربي نتاعنا. وطوا صاي الدجاج شرب الماء نتاعو طاب باش نحطه نفوحو. يقولوا القايل علاش مش نفوح توا؟ اولا باش ما تحرقليش الطماطم ويتبدل مطعمها، وباش الثوم كيف ما يتبدلش مطعمه، وما تعطيش كل قروصيه هكا تبدا تعطي حلاوه محلاها. حسيلو كل مره كيفاش انا ننوع في تطيب المقرونه. حطيت 3 مغارف كبار طماطم معجونه، حطيت عليهم بالكدا ثوم تقريبا 6 سنون ثوم، حطيت حمص طايب هو لا محاله، 3 مغارف صغار مليانين فلفل الزينه حلو انا عندي، رش تابل وكرويه ورنت. وباش نحط توا الزيت نخلطهم مع بعضهم، وحطيت هريسه عربي زاده، ونخليهم سله يطيبوا تقريبا 20 دقيقه مش حاجه كبيره. وكهو لهنا عندي باكو شامبينيون باش يوفى ديجا ديلي نتاعو، هي قلت برا نستغل ونرمي منه في البيتزا. وليت حطيت له شويه زيت وقعدت نقلي فيه، ومن بعد حطيت له الملح باش يسيب الماء نتاعو ويطيب فيه ساعه. ما نحبوش يبدا معبي بالماء نتاعو، خاطر من بعد كي تحط طيبه في البيتزا باش يسيب هاك الماء هذاك في الفور، يحبوا يخرج ماء لو ماكسيموم. حطيت له ملح وفلفل اكحل وحمرته مليح، ومن بعد هبطته حطيته في شقيله ونفس المقله باش نعمل فيها صوص البيتزا. حطيت شويه بصل الربعي هذاك، كعبتين طماطم قصيتهم بالزراعه نتاعهم، حطيت الزيت ومفوح بالملح ومغرفه صغيره طماطم معجونه، وبعد نبدا نصب عليها في الماء بشويه لا نحط لها الكليل لا زعتر لا حتى شي يفاحات هذوك، خليها كيك. الطماطم ماذا بيكم هكا تكونوش معناها طروف كبار نتاع الطماطم يبداو ظاهرين في البيتزا. انا نزربك هاو ما عادش بكري ودخلت للكوجينه يمكن ساعتين غير ربع قبل شقه الفطر، ولا التطيب متاع باش يشد اليد مش متاع ساعتين غير ربع. العجينه خمرت صايي، عديت سويعه، رشيتها بالفرينه كما تراوها نحبها تتلصق، ومن بعد نحلها. الفور ديجا يسخن على 230 ولا 235 درجه، حتى كان اكثر ميسالش. هاكا حليتها شويه وبعد جبت لها بابي كويسون باش نحلها على البابي كويسون طول ونحطها في الطبق طول، من غير ما نقعد نهزو خاطر تتلصق، معناها باش تتحل في يدي من بعد كي باش نهزها. وهاكا بالقلقال نحاول نوزعها على البابي بالتساوي قبل ما نحطه في طبق الفور. وحطيتها في الطبيق، نحاول نستوي لي كوان توا نتاع البيتزا، ونحط عليها الصوص ومن بعد نتلاها بالتساوي على كبر الطبق العجينه. وحطيت الشامبينيون باش يدخلوا معاه للفور، ودخلوا صايي تقريبا قعدوا يمكن ربع ساعه. بعد خرجتهم حطيت الموتزاريلا جبن، جيت الرابي وما عادش بكري قريب يذن ولا اذن يظهر لي ديجا، وليت قصيته بالسكينه تك ورجعته للفور دريج وكها. المقرونه سباغيتي، مقرونه سباغيتي، المقرونه للصلصه طابت ما شاء الله كقرة زيتها، وخلطت المقرونه
بعد حطيتها في طبق التقديم. ونحط عليها اكل دجاجة، او كاين فضل منها زدر مثلا نعمل بيه وصفة اخرى غدوة، شوربة مثلا نفتفتو نعملو شوربة. ورميت قرن فلفل قصيته هكاكا، وكهو طابت وقدمت المقرونة. زيدا جات بنينة تهبل. البيتزا توا خرجتها من الفور، صايت الجبن هكا سيل شوية، وحطيت عليها الطن والزيتون ورشة معدنوس يبننها ويعطيها لون مزيان، وقصيتها وقدمتها كهو. كي نحط نار عالية ما تشيحش في ساعة، تقعد طرية. كي تحط نار واطية 200 و180 ما عرفش قداش تشيح لك، راه تولي تجيك يابسة حجر. وحطيتها توا في الطبق هكا تحتها الطبق وقدمتها. الله غالب ما خلطتش باش نوريكم التكستور نتاعها. هذا المغرب وانا نحب كي هذا المغرب امور واضحه. وقليت البريك، فوالا عندي حشو البريك اللي قعدني نتاع البارح نفسه، قلت باش نقعد نعاود نصوره لكم، او كان نفسه البريك نتاع البارح هو بيدو عاودته. وعملت سليط هذيك خس ليتو وطماطم والعظام بقالي، وليت حطيت كل كعب عظام فوق صحن وكهو. شوربه زاده كيف كيف بقات لي من البارح، زدتها طرف ماء وسخنتها وكهو. حضرت الطيوله نتاعنا. وفي الليل عملت الحلويات، عملت البتيفور. البتيفور ما صورته لكمش زاده، جيت صورت نتيجه نهائيه خاطر ديجا عملت لكم فيديو بتيفور هذا قبل. غير برك المره هذه ما عنديش زيت، ما حبيتش نعمل زيت زيتونه، ما عنديش الزيت هذاك يعني العادي باش نعملها بالزيت. يا اخي جاني مشكل عاده، مشكل هكا مهشهش مبثبث على الاخر. حبيت نعطيكم هكا ابديت نقول لكم يعني كان باش تزيدوا حاجه ولا تنقصوا حاجه خليوا الوصفه كما هي. وكهو زينته بالطريقه هذيك وخبيته الحلويات العيد، وكا كل يوم نعمل حاجه هكا. وهذو وصفاتنا كلهم لليوم، ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، وفي حلقه اخرى ووصفه اخرى ان شاء الله.